النصر رافع عليه دعوة، والدعوة هذه رسمية، وأنا لابد أن أقدم اعتذار رسمي لنادي النصر ومحبين النصر. على موضوع كان بسيط جدا، ولكن الاعتذار من شيء من الرجال. أبشروا، أنا النصر هذا مثلته في يوم من الأيام أو في سنة من السنوات، فكلهم كل الاحترام والتقدير. الجمهور النصراوي أكثر جمهور هو عارف نايف إيش كان يبغى يقدم للنصر، ولكن صار اللي صار. فإني أتكلم عن النصر بفائدة ولا بغير فائدة، ولا بنقد إيجابي ولا نقد سلبي، صدقوني يعني خلاص قلت خليني أبعد، لأنه حقيقة لما تكلمنا اشتكوا علينا، فلازم أقدم اعتذار رسمي. وبالعكس تبشروا، ولكن كل اللي أتمنى من إدارة النصر ومحبين النصر بصدق إنكم تنشغلوا بالنصر أكثر بدل الناس اللي قاعد تنتقد، لأنه النقد صدقوني إيجابي في النهاية لمصلحة النصر. فللأمانة كلنا عارفين إن النصر عنده كل الإمكانيات والدعم اللي تخلي النصر يتحصل على بطولتين في السنة، مو بطولة واحدة، بطولتين، ولكن ما حد يعرف ايش الأسباب اللي تدور في النصر. فلهذا أنا عشان كذا أقول لكم أحبكم بعيد عن مواضيع النصر. إدارة النصر حسوا إن أنا غلط عليهم، أنا ما أعرف فين غلط، ولكن للأسف أنا زعلت صراحة إنه نادي النصر يشتكيني أنا، بس يلا معليش ما في مشكلة. أبشروا بالاعتذار، الاعتذار يرضيكم هعتذر دام جات الشكوى رسمية. بالعكس أنا إنسان أحترم النظام، والنظام فوق كل شيء. أبشروا بالاعتذار، بس كنت أتمنى أن تنشغلوا بالنصر أكثر بكثير. وآخرا صراحة أبغى أمشي، بس قلت خليني أفرغ كذا، لأنه صراحة تكرر علي الكلام إنه يا نايف أنت ما تتكلم عن مباريات النصر، يا نايف أنت ما تحلل أداء، أوقات ناخذ ونعطي عن النصر. وأشوف الكومنتات اللي تجيني، شوف إلى أي مرحلة وصلت. من قريت كلمة تكفى أتكلم عن النصر كمان، تكفى تهز رجال وتزعلني صراحة كثير. فقلت لازم أقول لكم، يعني أنا ليش ما أتكلم عن النصر ولا أذكر مواضيع عن النصر، ولكن خلاص كذا خليها بالقلب. اي والله كل نصراوي عارف نايف هزازي، واعرف انكم محبين لنايف هزازي من ايام الاتحاد، والله وانا كذلك. ما جيت للنصر الا